سؤال يا استاذ فريد، حضرتك كذا مره قررت انه ثروه علاء وجمال لا تتجاوز 400 مليون دولار. ده صحيح. حضرتك قلت الرقم ده. نعم. حضرتك مش شايف ان ده رقم كبير؟ يعني حضرتك دايما بتقول لا تتجاوز، يعني مليار و300 مليون جنيه. بنتكلم على مليار و300 مليون جنيه. ما انت سيادتك لما تيجي تحول اي عمله اجنبيه للجنيه المصري هتقول ارقام فلكيه. طب يا فندم 400 مليون دولار مش رقم كبير؟ يا حبيبي كبير عند سيادتك يا بيه، لكن انا عايز اقول لسيادتك ان ال 400 مليون دولار دول، ايوه يا فندم، دول كانوا حصيله جهدهم في الستوك ماركت. عشان افهم الناس ايه الستوك ماركت ده، اللي هو سوق الاوراق الماليه لشراء الاسهم وبيعها ولحساب اخرين. دي عمليه بشروها اكتر من 15 سنه، وده الاتعاب اللي بتدفع للديلر فيها 20% بلس 2% سنويا. وهم كانوا الديلر ولا هم كانوا المستثمر؟ الديلر. مستثمر مين؟ هم الديلر. يعني الناس دي كانت شاطره لدرجه انها شغلت فلوس لا علاقه لهم بمصر، وعمرهم ما جم مصر، وعمرهم ما لهم مصالح في مصر يا استاذ فريد، ولا فلوس اتحولت من مصر. استاذ فريد، لا احنا مش بنسال على مصر او غيرها، احنا بنسال بس على المبلغ. وانا هسال حضرتك سؤال، هل في ديلرز زيهم في خلال 15 سنه بعد الازمه الماليه والكبوه اللي حصل في العالم عملوا 2.5 مليار جنيه او 400 مليار دولار؟ تسمح لي اقول لسيادتك مليون دولار. هم اضعف ديلر شفتهم في حياتي. لان انا اعرف لان انا اعرف ديلرز اخرين حققوا قد هذا الكلام مضروب في 10 وفي 20.